واخيرا رح نرقص ونغني ونشرب ونكيف، وكله بالحلال. وبعد تاني كله بالحلال بما يرضي الله وفق ضوابط شرعية. الويلكمينج هنا كله حيكون دانس فلور، يعني كله ستاندينج. هذا بار حلال، أكرر حلال. هنا حيكون في تيبلز العادية، واللي فوق حيكون VIPs. it will be included شيشة. طبعا هذا البار اللي بيقولوا عنه حلال موجود في ديسكو محترم في بلاد الحرمين في السعودية. بار حلال وديسكو محترم، كيف يعني؟ يعني معقول نشوف المطربة لابسة حجاب وبتنشد طلع البدر علينا أو أناشيد طيور الجنة؟ معقول؟ ولا يمكن المطرب بتوضى قبل ما يفوت على الديسكو؟ لكن صحيح الرقص كله مسموح ولا ممنوع هز الخصر والتمايل زي ما حكيته قبل هيك؟ شوفوا البار الحلال والديسكو المحترم، شوفوا الاختلاط والفجور وفق ضوابطهم الغير شرعية. ممنوع الرقص والتمايل يا جماعة. يا أخس الناس وأنذل الناس وأتفه الناس، عن أي حلال أو احترام تتحدثون؟ حرمت الحلال وحللت الحرام وألصقت كل شيء بالإسلام، والإسلام بريء من أفعالكم اللي ما بيعملها إلا الشياطين. اعمل اللي بدكوا إياه من الحرام، انتوا أحرار، بس لا تقولوا عنه حلال وفي رب فوق بيحاسبكم. ولا تقولوا عن الديسكو مكان محترم، لأنه احنا عارفين إن الديسكو مكان بيرتكب فيه كل الحرام. ونفسي أعرف بلاد الحرمين لوين رايحة؟ وهذه الأعمال والتفاهات كل يوم بتزيد. سمعة أهلنا في بلاد الحرمين صارت على كل لسان، والفيديوهات التافهة انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي. مشان هيك يا أهلنا يسعوا لهاي المؤامرة اللي هدفها تشويه الإسلام والمسلمين. بلاد رسول الله قاعدة بتضيع، وسكوتكم السبب الرئيسي في ضياعها.